السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الاتفاق تم. نجم الأهلي يعلن انتقاله للدوري الإسباني مقابل 200 مليون جنيه. تلقى لاعب النادي الأهلي عرض قوي من قبل أحد الأندية الإسبانية يطلب فيه الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي ستبدأ خلال شهر يونيو المقبل في أوروبا، وهذا بعدما قدم اللاعب مستويات مميزة رفقة فريقه ومنتخب بلاده على مدار المواسم الأخيرة، جعلته محط أنظار لعدد من الأندية الأوروبية والخليجية. أبدى نادي ريال بيتيس الإسباني رغبة كبيرة في الحصول على توقيع محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء، وذلك بمقابل مادي يتجاوز 4 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 200 مليون جنيه مصري تقريبا. وأشارت التقارير بأن النادي قد تواصل مع الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب وتساءل حول بعض الأمور التي تخص عقده مع النادي الأهلي، وهل هناك إمكانية للتفاوض حول رحيله في الوقت الحالي، أم أن المارد الأحمر متمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية مدة العقد. ومن المتوقع بأن يكون هناك جولة من المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام القادمة، ومن ثم سيتم حسم الأمر والاتفاق حول انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم مباشرة. وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن عبد المنعم قد استقر بالفعل على الرحيل وخوض التجربة الاحترافية في أوروبا، ويملك مجموعة من العروض من قبل أندية تنشط في الدوريات الخمس الكبرى، ولكنه ينتظر فقط حتى نهاية هذا الموسم ومحاولة تحقيق كل الأرقام الممكنة مع النادي الأهلي لتوجيه الجماهير بالشكل الأمثل قبل الاحتراف الأوروبي. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.